السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل فراخ بطريقة حلوة وان شاء الله هتعجبكم. انا كنت جايبة فرخة بلدي قسمها نصين. عملتها بوصفتين. الفيديو اللي قبل ده اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه. فراخ بالبصل، طعمها بيبقى حلو ومفيدة جدا وخفيفة على المعدة. الطريقة دي حلوة قوي، اللي مجربهاش يجربها. النهارده بقى عاملاها اساسها كلها بهارات ما شاء الله، بتبقى برضو طعمها حلو وجميلة. يعني عملتلك صنفين اهو، اللي يعجبك بقى اعمليه، بس الطريقتين هيعجبوك ان شاء الله. هنا بقى قطعت بصلايه، هقطع فلفل الوان. واساس الفراخ بقى بتاعت النهارده البهارات، كل البهارات اللي عندك حطيها. وما حبيتش بقى اضرب الطماطم في الخلاط عشان هي نص فرخه، مش فرخه كبيره ولا كذا فرخه. فقلت مش مستاهله بقى انا اشغل الخلاط على طماطمتين. قطعتها وكان طعمها جميل. والفلفل الالوان بيخلي الاكل بقى ما شاء الله، يعني بيخلي الاكل بقى طعم تاني. مفيد وطعمه حلو. ودلوقتي متواجد في السوق وسعره حلو. نحاول ندخله في كل الاكلات. الفلفل الالوان بيبقى ما شاء الله بيحلي الاكل. هنا فصين توم. وهقطع بقى الطماطم. والفراخ بقى لما جبتها قلتلكوا برضو في الفيديو اللي فات، غسلتها ونقعتها بميه بملح بليمون. ما كانش شطفتها شطفه كويسه. ليمون مع الملح، ما تنقعي الفراخ مع ميه بملح ما شاء الله بيضيع اي زفاره فيها. والليمون بيديها نكهه حلوه كده وبيخليها ما شاء الله نضيفه. هنا بقى بقطع الطماطم، قطعت بصل وفلفل وطماطم. والبهارات. البهارات بقى عبارة عن فلفل اسمر وملح وكمون وكركم وقرفة وجنزبيل. وهنا حطيت معلقة شطة، هريسة شطة. اللي مش حاببها حامية ما يحطش فلفل حامي. وحطيت قرنفل وحبهان وورق غار. ورق الغار بقى ايه هشيله دلوقتي عشان اقلب الحاجة ما يتكسرش. وحبيت احط نص ليمونة ما شاء الله بيخلي طعمها حلو قوي. هضطر بقى اشيل ورق الغار كده لحد بس ما اقلب الحاجة عشان ما يتفرفتش. نقلبها بقى تقليبه كويسه كده، وهنزل بقى بالفراخ. وزودتها كوبايه ميه، بس ما جاتش معاكم في التصوير. لازم نضيف لها كوبايه ميه عشان تساعد في السوا بتاعها وتستوي وتبقى كويسه. البهارات بقى دي مع نص الليمونه بتبقى طعمها حلو قوي. هتحبي كمان ما يعني تاكلي الفلفل بالبصل بالطماطم كده وما شاء الله، يعني لما تيجي تاكلي كده قطعه الفرخه هتحبي برضو تاكلي جنبها الخضار ده ما شاء الله، يبقى طعمه حلو قوي. هقلبها بقى تقليبه كويسه وهضيف لها كوبايه الميه واسيبها على البوتاجاز. لما تقرب بقى تستوي خالص، تدخل كده في مرحله السوا، هدخلها في الفرن. النار بقى بتبقى عاليه من تحت ونولع عليها الشوايه تاخد لون حلو اللي انتي حباه. وتطلعيها بسم الله ما شاء الله تبقى جميله. جنب شويه رز بقى بالشعريه، جنب ممكن تاكليها جنب عيش ببطاطس محمره. برضو بقى طعمها جميل. اكله حرشه وجميله بتفتح النفس. وتغيير بقى في الاكل. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، واللي ما اشتركش يشترك عشان القناه تكبر وتنجح بيكم. وبشكر كل المشتركين اللي عندي. وكلامكم بيسعدني. ربنا يا رب يسعد قلوبكم. ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه بالخير يا رب. وبتمنى الخير للجميع. ويدعولي دعوة حلوة. والوصفة بقى لو عجبتكم يكتبوا قولولي. وخشوا خدوا جولة كده في القناة، احلى فيديو عجبكم ايه واحلى اكلة عجبتكم ايه. اكتبوا قولولي. كلامكم بيفرحني. ويا رب يا رب تكبر وتنجح بيكم يا رب. وتولي دعوة حلوة كده ان انا استمر دايما في القناة وانزل لكم فيديو كل يوم. وبشكركم كتير. ويا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.